ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ انا عارف ان انت عايز تعمل فيديوهات زي اللي انت شايفها دي او دي. على فكرة الموضوع مش صعب، الموضوع بسيط جدا، وهنعرف دلوقتي مع بعض ازاي نعمل الفيديوهات ديت بكل سهولة. بس انا عايز منك حاجة مهمة جدا قبل ما نبدأ. انا عايزك كده تصلي على النبي وتشترك في القناة كده علشان تشجعني ان احنا نكمل. دلوقتي هقول لك باختصار الطريقة، وبعد ما نخلص هرجع لك تابع معايا الشرح. واهم حاجة ما تجريش اي حاجة في الفيديو علشان ما يعديش عليك حاجة مهمة. تمام؟ يلا بينا على الشرح وراجع لك بعد الشرح. ركز معايا في الخطوات اللي انا هقولها علشان ما تفوتش اي حاجة مهمة. احنا دلوقتي هنفتح اي متصفح عندنا، هنيجي في محرك البحث وهنكتب جوجل فلو زي ما انت شايف كده، جوجل فلو. اول ما يطلع لنا اول موقع هنفتحه، هنضغط عليه اهو اللي هو جوجل فلو. زي ما انتوا شايفين يا شباب، انا طبعا مسجل. انت لو ما سجلتش فيه قبل كده هتسجل عادي بكل سهولة من خلال الايميل. تمام؟ هتخلص الخطوة دي، هنيجي هنا هنضغط على مشروع جديد. هنستنى شوية هيفتح معانا زي ما انتوا شايفين الواجهة دي. كل اللي مطلوب مننا دلوقتي ان احنا هنيجي هنا هنضغط على علامة الزائد، وهنضغط على تحميل وسائط. انا حاجة اختار الفيديو بتاعي ده وهضغط على كلمة open. هو دلوقتي بيحمل معايا، بياخد شوية وقت عشان تبقى عارف، هو بياخد شوية وقت في التحميل على حسب النت اللي عندك. عشان نبقى ماشيين مع بعض خطوة خطوة، زي ما انت شايف هنا الفيديو اتحمل معايا. تمام؟ طيب دلوقتي الخطوة التانية المفروض هتكون ايه؟ المفروض ان احنا هنحط برومبت هنا. فبرومبت هنعمله ازاي او هنجيبه منين؟ هنروح نفتح شات جي بي تي. تمام؟ وهنبتدي بقى نحط الحاجة اللي احنا عايزينها هنا. ازاي؟ هقولك ازاي. انا دلوقتي هشرح له، هبتدي اشرح له الوضعية بتاعتي ووضعية تصويري وكل حاجة انا عايزها تبقى موجودة في الفيديو زي ما شفت. تمام؟ فانا هبتدي اوصف له الحاجات اللي انا عايزها زي ما انت كده ما هتوصف له الحاجات اللي انت عايزها. انا الخطوة ديت بعملها قدام عينك علشان تستفيد منها وعشان تفهم برضو ازاي تعمل برومبت صحيح. تمام؟ تابع معايا. زي ما انت شايف انا وصفت له كل حاجة انا عايزها، وقلت له اعمل لي برومبت بقى يتناسب مع ايه، مع جوجل فلو. هيعمل لي برومبت، هاخد البرومبت واروح احطه فين؟ في جوجل فلو. تابع معايا. زي ما شفت كده هو خلص البرومبت، هناخده كوبي وهنروح على الموقع بتاعنا جوجل فلو. هنعمل ايه؟ هنضغط على علامة الزائد، وبعد كده هنضغط على كلمة الإضافة إلى الطلب. بعد كده هنضيف البرومبت بتاعنا. تمام؟ وهنضغط على السهم ده. هو لو أول مرة أنت تستخدم فيه جوجل فلو هيقولك ايه؟ هيجيب لك 3 اختيارات هنا، هنا وهنا وهنا. فانت هتختار اللي في النص اللي هو ايه، ما تعرضهاش ليها تاني. اهي زي ما انت شايف، هو احنا لسه بنتكلم في ايه وظهرت لنا. بص، انت لو ضغطت على دي هتظهر كل مرة تعمل فيها فيديو، لكن لو ضغطت على دي هتظهر مرة واحدة بس. وفي حاجة مهمة جدا برضو لازم تبقى عارفها. لو ضغطت هنا، هنا انت بتتحكم في ابعاد الصورة، وتحت هنا عايز تعمل فيديو او 2 او 3 ولا 4. انا من وجهة نظري خليها على 1، وخليها على الابعاد المناسبة للفيديو بتاعك. تمام؟ وبعد كده هنعمل حفظ، وبعد كده هنختار. انا عايز اختار اول واحدة، انت عايز تختار اللي في النص، مفيش اي مشكلة، انا هختار اول واحدة. وهننتظر لحد ما يعمل الفيديو زي ما شايف كده قدامك. هيخلص وهرجع لك. تعالوا كده نشغل الفيديو، بس قبل ما نشغل كده نوطي الصوت. ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ انا عارف ان انت عايز تعمل فيديوهات زي اللي انت شايفها دي. زي ما انت شايف الفيديو هو كويس جدا، بس الشكل مش قريب من شكلي. فخد بالك برضو من النقطة ديت، لان مفيش نتيجة بتيجي من مرة واحدة. انا كنت قاصد اوريك علشان مفيش حد بيوصل لنتيجة من مرة واحدة. فاحنا هنحاول تاني. تمام؟ ايه ايه هنرجع الاخبار؟ للفيديو، عاملين ايه؟ هنرجع للفيديو بتاعنا الاصلي. انا عارف. وبعد كده هنبتدي نكتب برومبت تاني بحيث ان هو يحافظ على شكلنا بنسبة كبيرة. هنروح لشات جي بي تي تاني، وهنبتدي هنا نقول له ان الشكل بتاعنا اتغير. انا قلت له انا عايز حاجة تحافظ على شكلي اهم حاجة. فاحنا هنشوف البرومبت اللي هيديهولنا عامل ازاي. هناخده كوبي وهنروح على جوجل فلو. بعد كده هنحط البرومبت هنا زي ما انت شايف كده،
وهنضغط على السهم ده وهننتظر لما يخلص معانا الفيديو. زي ما انت شايف هو كده بيقول لي انت خلصت الرصيد بتاعك. انا عملت فيديوهين بس، فهو يوميا بيتجدد يعني. فاحنا هنشوف الفيديو اللي هيظهر لنا هيبقى عامل ازاي. ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ انا عارف ان انت عايز تعمل فيديوهات زي اللي انت شايفها دي. يا جماعة انا هسيب لكم بقى التعليق، يعني انا مش هعلق ولا هتكلم، انا هسيب لك انت التعليق وانت اللي تقول رأيك. زي ما انت شايف، تعالوا نعيد الفيديو تاني كده. ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ انا عارف ان انت عايز تعمل فيديوهات زي اللي انت شايفها دي. طيب هنروح نعمل فيديو تاني برضو. تمام، احنا هننزل الفيديو بتاعنا وهنروح نعمل فيديو تاني لو عايز تنزله من هنا كده. تمام، انا طبعا عندي اكونت تاني هدخل عليه وهنعمل برضو من خلاله فيديو تاني مع بعض. دلوقتي يا شباب انا دخلت على الاكونت التاني بتاعي وهعمل ايه فيديو او اتنين تانيين. هنيجي هنا ونرفع الفيديو التاني بتاعي. هختار الفيديو ده اللي هو مفيش غيره، وبعد كده هنتظر لحد ما يحمل. لما يحمل بقى ايه، هنروح كده على شات جي بي تي ونبتدي برضو نشرح له الحاجات اللي احنا عايزين نعملها في الفيديو ده. تابع معايا. دلوقتي انا كتبت له الكلام اللي انا عايزه في الفيديو بتاعي وهو عمل لي برومبت. تمام، وهاخد انا برومبت كوبي وهنروح على جوجل فلو. زي ما انت شايف الفيديو بتاعي اترفع. هنيجي هنا نحط البرومبت ونضغط على علامة الزائد ونختار الفيديو بتاعنا، وبعد كده هضغط على السهم ده وهننتظر بقى لحد ما نشوف هيعمل لنا فيديو عامل ازاي. طبعا انت شايف الفيديو عامل ازاي او شكله عامل ازاي. تعالى كده نتفرج عليه مع بعض ونشوف ايه الدنيا. او دي او دي او دي او دي هو الفيديو كان قصير صراحة، يعني انا كنت عامله حتة قصيرة كده. او دي فدلوقتي ننزل الفيديو بتاعنا وتعالى كده نعمل فيديو تاني غير ده. هنيجي نضغط على علامة الزائد ونختار فيديو غير ده. هنختار الفيديو ده مثلا، نضغط اوبن ونستنى لما يحمل ونروح برضو على شات ونبتدي نشرح له الحاجات اللي احنا عايزين نعملها في الفيديو. طبعا هو بيدعم لحد 10 ثواني. لو جيت هنا هو بيدعم لحد 10 ثواني كأقصى او دي حاجة في الفيديو يعني. لكن انا بصراحة يعني هي جت معايا ان انا اعمل حتة صغيرة. لكن زي ما انت شايف التفاصيل، زي ما انت شايف كده التفاصيل، شكلي هو شكلي قلت له انا عايز ترنج، عمل لي ترنج. قلت له عايز خلفية كلها امطار، عمل. فاحنا هنشوف الفيديو اللي جاي بقى هيبقى عامل ازاي. يعني انا لسه هشرح الفيديو اللي جاي اللي هو اللي احنا هنعمله دلوقتي. يعني هبتدي بقى اشرح له الحاجات اللي هتيجي في بالي بصراحة. يعني انا مش محضر لاي حاجة، يعني انا معاكم اهوت بجرب زي الناس اللي هتجرب. لكن انا لو كنت حضرت وكنت عملت فيديو كان اكيد طلع احترافي. لكن انا بقولك ان مفيش نتيجة بتيجي من مرة واحدة، فتابع معايا بقى كده. طبعا بصراحة ده اللي جه في بالي انا قلت اقوله، وهنشوف هيطلع لنا برومبت عامل ازاي وهناخده هنروح ايه نعمل بيه الفيديو بتاعنا. طبعا لسه الفيديو بيحمل معانا. هنحط البرومبت هنا وهنستنى ايه لما الفيديو دي يترفع معانا، وبعد كده نبتدي بقى نشوف الفيديو هيبقى عامل ازاي. زي ما انت شايف كده الفيديو ظهر معانا بالشكل ده. تعالوا كده نتفرج عليه ونشوف عامل ازاي. على فكرة الموضوع مش صعب، الموضوع بسيط جدا، وهنعرف دلوقتي مع بعض ازاي نعمل الفيديوهات ديت بكل سهولة. يا جماعة هو بصوا، يعني انا مش عارف اتكلم بصراحة. هو فعلا لبس 90، اعلانات 90، عربيات 90، كل حاجة يعني زي ما قلت له. بس هو عملها كرتون لان من الصعب ان يعملها يعني ايه حقيقي. فانت فهمت الفكرة بقى. تقدر تعمل اللي انت عايزه واللي يجي في بالك من خلال جوجل فلو. على فكرة في ناس بتطلع نتيجة مرعبة. احنا مع بعض اهوت بندردش وبنعمل حاجات. يعني زي ما انت شايف انا تعمدت ان انا اعمل كده علشان ايه، علشان تتعلم، علشان تبقى عارف ومتأكد مليار في المية ان الحاجات ديت اصلا قدام عينيك او من دي غير من غير تعديل، من غير اي حاجة خالص، عشان تبقى عارف ان النتيجة الاحترافية ما بتجيش من اول مرة. وزي كده ما شفت في الشرح الموضوع بسيط جدا. كل المطلوب منك بس ان انت تجرب مرة واتنين وتلاتة وهتطلع احسن وافضل نتيجة. الموقع بيديك
يعني كام فيديو كده يوميا. انت تقدر تعمل اكتر من حساب او تشترك فيه اللي يريحك. المهم ان ايه، ان انت تطلع فيديوهات تساعدك في شغلك، او تساعدك بقى ايه في حاجات كده تعمل بيها محتوى وتكسب من خلاله يعني ايه مقابل يعني. وبس يا سيدي، لو وصلت لنهاية الفيديو والفيديو فادك، ما تبخلش علينا بقى بلايك او اشتراك، لان الحاجات ديت بتخليني يعني ايه تشجعنا ان احنا نكمل يعني في صناعة المحتوى. وكمان زي ما شفت كده ما تفوتش اي حاجة جديدة تنزل، يعني ممكن حاجة جديدة تنزل تفيدك فتضيع عليك، فتقول يا ريتني ساعتها كنت اشتركت او كنت حتى عملت حسابي ان انا احفظ اسم القناة. فليك مش ليا الصراحة يعني. واشوفك على خير في فيديوهات جاية ان شاء الله. مع السلامة.